القضية ديال محمد مبدع اليوم أصبحت قضية رأي عام. علاش؟ لأن هذا السيد هذا ما بغاش يسكت، بغى مناصب أكبر. الشخص اللي متابع في قضايا ديال الفساد بغى يوليه هو الشاف ديال الناس اللي كيحاسبوا الفساد. الفرقة الوطنية أحالت الملف على الوكيل العام للملك، فيما معناه أن الأمر يتعلق بقضية جنائية. طبيعة الحال اختلاس الأموال، المشكل ديال الصفقات، بزاف ديال الحوايج. راه السيد كما قلت لكم في الأول، ربي ملي كيبغي يعذب شي نملة كيدير لها الجنحين. هذا السيد هذا ترشح وقبل ترشيحه لرئاسة لجنة مهمة من اللجان البرلمانية النيابية في مجلس النواب، هي لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب. مباشرة بعد التعيين ديالو كرئيس لهذه اللجنة، الصحافة غادي دير بوم. في ليلة وليلة، ألماس وذهب وبرق وفخامة وجثث حيوانات كاملة على طاولة العشاء. أضخم عرس في تاريخ المغرب بعد عرس الملك محمد السادس. هذا العرس كلف مليارين حسب مراقبين، العرس الذي كان سببا لفضح صاحبه. السلام عليكم. باش تحول من رياش كتريش الدجاج في الأسواق الأسبوعية إلى ملياردير، الثروة ديالو كتجاوز 100 مليار، خص يكون الاسم ديالك محمد مبدع، وخصك تكون مبدع اسما على مسمى. هاد الشيء صرا في المغرب بلا كتب ديال التنمية البشرية، وبلا دوك الكتب ديال كيف يمكن أن تصبح غنيا في سنة أو سنتين أو 3 سنوات. هاد الشيء دارو محمد مبدع. علاش؟ لأن النظام السياسي في المغرب يساعد على التحول من الرياش إلى ملياردير. علاش؟ لأن السياسة في المغرب هاد الشيء اللي كدير. الحاجة الوحيدة اللي تقدر ترد الإنسان ملياردير هي أنه ينخرط في الأحزاب ويدخل البرلمان ويشارك في الانتخابات وأرى بالرع الصفقات والتفويت وكذا وكذا، خاصة وأنه في المغرب المحاسبة قليل فوقاش كنسمعوا شي واحد فلان وفلان اتحاسب، خاصة إلا استطعتي قبل ما تشد تراكم واحد الثروة كبيرة فوق ما عيط لك شي واحد كترمي عليه شوية ديال الفلوس وكيبعدك. القضية ديال محمد مبدع اليوم أصبحت قضية رأي عام. علاش؟ لأن هذا السيد هذا ما بغاش يسكت، بغى مناصب أكبر. الشخص اللي متابع في قضايا ديال الفساد بغى يوليه هو الشاف ديال الناس اللي كيحاسبوا الفساد. هذا السيد هذا ترشح وقبل ترشيحه لرئاسة لجنة مهمة من اللجان البرلمانية النيابية في مجلس النواب، هي لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب. مباشرة بعد التعيين ديالو كرئيس لهذه اللجنة، الصحافة غادي دير بوم، مواقع التواصل الاجتماعي غادي دير بوم. كيف يعقل أن واحد الشخص عليه ملفات فساد والفرقة الوطنية مازال كتحقق معاه وكدير معاه ساعات طوال ديال التحقيق، يتحول بقدرة قادر إلى رئيس لجنة تشريع يمكن ما بينش العدل. تصوروا معايا واحد هو اللي غادي يبقى يشرع في المجال ديال العدل، وهو أصلا خصو العدل، خص يطبق عليه العدل، خصو يتحاسب. ماشي كنقول لكم لأنه داك الشيء ثابت فيه ولا كذا ولا كذا، ولكن الملفات التي يحاسب عليها محمد مبدع يجب أن تصل إلى مرحلة الحكم، لأنه ما يمكنش من 2020 إلى يومنا هذا مازال ما تصدرش الحكم. ولكن هذا النهار هذا كاين مستجد جميل جدا. درت في المينياتور هذا الشيء اللي بغينا، وفعلا هذا الشيء اللي بغينا. علاش بغينا؟ بحال هاد الناس هادو طبق عليهم المسطره بحال جميع المغاربه الضعفاء، ماشي اللي ما عندوش الفلوس كيتحاكم خفن زربن، لا، خص كل شيء يتحاكموا بنفس الطريقه. اذا كان شي واحد يحاكم ويتابع في حاله اعتقال فيجب على جميع المغاربه أن يتابعوا في حالة اعتقال ما لم تتوفر فيهم شروط معينة وكذا حسب القانون، لأن القانون هو اللي خص يكون فوق الجميع، القانون يعلو ولا يعلى عليه. محمد مبدع اليوم داتو الفرقة الوطنية بزز من الدار ديالو. علاش؟ لأنه كان كيحاول ما أمكن أنه يتهرب من الفرقة الوطنية وما يحضرش، وكاين معطيات تقول بأنه الأمور ليست على ما يرام، يعني الأمور ماشي بالشكل الهين اللي كان عليه من قبل.
الحركة الشعبية في بيان رسمي موقع من الأمين العام ديال حزب السنبلة غادي يقول في نقطتين. النقطة الأولى ديك ديال السياسة ديال أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا المقتضى كاين في قانون المسطرة الجنائية وكاين كذلك في الدستور ديال المغرب وكاين على المستوى العالمي. قال بلي أن الصحافة والناس اللي هضروا على مبدع لم يحترموا القانون، كيقول باللي واخا تابع كذا كذا راه كتبقى بريء حتى تثبت إدانته. هما اتهموا المعتقلين ديال الرأي الاخرين قبل كاع ما يتم المتابعه ديالهم وهما داروا لهم التهمه، يعني نصبوا انفسهم في منصب وكيل الملك او الوكيل العام للملك. ودابا ولكن ملي كيتعلق الامر بهم عاد كيعرفوا القانون كيعرفوا كذا. حتى هنا اؤمن بقرينه البراءه. النقطه الثانيه، يرحب الحزب بالقرار الشجاع لمحمد مبدع بتقديم استقالته. قدم الاستقاله ديالو من لجنه التشريع والعدل وحقوق الانسان، فيما معناه انه بهذا التعيين الجديد اللي دائما وابدا كان كيحاول ما امكن انه يوصل له باي طريقه من الطرق. الفرقه الوطنيه احالت الملف على الوكيل العام للملك، فيما معناه ان الامر يتعلق بقضيه جنائيه. طبيعه الحال اختلاس الاموال، المشكل ديال الصفقات، بزاف ديال الحوايج. راه السيد كما قلت لكم في الاول، ربي ملي كيبغي يعذب شي نمله كيدير لها الجنحين. كيف يعقل ان واحد الشخص غادي يدير عرس اسطوري بما تحمله الكلمه من معنى، زعما باش يبان على واحد الساكنه اللي اصلا ديك الساكنه كتعيش الويلات. دابا اللي تيطلع راسو كيوكل على ولادو، ما كيشوفش الخو ووراه. تحقيق اللي كيبين الخطوره ديال الافعال اللي دارها محمد مبدع بين قوسين كتهم بطبيعه الحال، هو ان الساكنه مجموعه من المواطنين يتهمون محمد مبدع ومن معه باللي استغلوا اسم الملك. هاد الارض هذه بغاها سيدنا. والغريب في الامر واحد الحاجه خطيره كيستغلوها موالين اصحاب هذه واقولوها واتحمل مسؤوليتي، لان هذه البلاد فاش جاوها قالوا بانهم كانوا كيقولوا بان هذه البلاد بغاها سيدنا. واش سيدنا كيجي ياخذ ديال الدراوس؟ قلت لي هذيك البلاد اللي ديتو و10 سنين هذه ما تخلصنا، فين فلوسها؟ ولاداتنا تيتخلصوا والكليفات تيتخلصوا، وحنا 10 سنين هذه ديتوها تيصرفوا فيها اسباليات تتبيع الزيتون بالثمن، والولاد الاخرى بغاو يديروا لنا مصلحه تحطوا فيها الحديد وحنا نمشيو نطلبوا. هاد الولاد بخدوا تخليهم يمشيو يطلبوا. يعني الخروقات وداك الفساد او شبهه الفساد اللي راها على محمد مبدع مرتبطه باستغلال اسم الملك، فيما معناه انه من وجهه نظري الشخصيه بطبيعه الحال هذه المتابعه بهذه الطريقه ربما فيها تدخل من الفوق. علاش؟ لأن محمد مبدع من خلال الثروة ديالو، من خلال المعارف ديالو، كونه أنه وزير سابق لتحديث ديال الوظيفة العمومية في العهد ديال عبد الإله بن كيران، كيخلي باللي عنده مجموعة من العلاقات اللي كتبعدو على المحاسبة، وبالتالي فباش يتحاسب خص شي تدخل على أعلى مستوى. واللي كيزيد يأكد باللي أن محمد مبدع في وضع لا يحسد عليه هو أن قيادي في الحزب ديال الحركة الشعبية لم يرد الكشف عن هويته، صرح لموقع صحفي مغربي باللي أن محمد مبدع نصحناه، قدمنا له النصيحة، هو ما بغاش يسمع، ودابا يتحمل المسؤولية ديالو كما كتشوفوا أمامكم في هذا الشيء. ولو ان محاربه الفساد ليست مساله او مسؤوليه حكومه وحدها، ولكن هو شان ديال المجتمع، شان ديال كل مكونات المجتمع، شان ديال المدرسه، ديال البرلمان، ديال الاحزاب، النقابات، المجتمع المدني، المواطنين بصفه عامه، فكلنا جميعا سد واحد في وجه الفساد. كلنا من اجل الفساد، ضد الفساد. شتو الاسطوانات ديالهم كيبانوا على حقيقتهم. كلنا ما عرفت.